والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جالكم في فيديو جديد ويوم جديد، كله طاقة ايجابية، كله شغل في شغل ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينال رضاكم. اهم حاجة بس يا ست الكل استعيني بالله وصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا يعينك ويقويك على مهام يومك. بصوا بقى في بداية الفيديو كده، ربنا يا رب كده يجعلها جمعة مباركة عليكم متعطرة بذكر الرحمن. ثانيا بقى انا لقيت مصيبة يا بنات في الفريزر بتاعي والله. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. اليوم اللي انا جبت فيه الكتاكيت بتاعتي كانت الفيشة بتاعت الفريزر ده كانت محطوطة في الأوضة. يعني ايه، الفريزر اصلا كان في الركنة زي ما انتوا عارفين، والفيشة بتاعته كانت متوصلة في الأوضة، عشان مش هحطها في الفيشة اللي ورا الفريزر على طول، تبقى عاملة ايه زي ما تبقى مزنوقة. فانا كنت موصلاها بصراحة في الأوضة الإضافية اللي فيها حاليا الفراخ الصغيرة. فلما انا بقى جبت الفراخ الصغيرة، طبعا انا عايزة احط الفيشة بتاعت الفراخ الصغيرة جوه في الأوضة، فشلت فيشة الفريزر وحطيتها فين، حطيتها بره ورا الفريزر على طول. الحتة بقى اللي هي الفيشة اللي ورا الفريزر على طول دي ليها زرار كده كوبس بيتحكم فيها، بيوصل فيها الكهرباء او بيمنع منها الكهرباء. تمام يا حبايب قلبي. فانا ما جاش في بالي خالص النقطه دي بصراحه، يعني انا نسيتها خالص، ما اعرفش ان الفيشه دي بتتحكم فيها الزرار زي الشاشه عندي كده. يعني انا عندي الشاشه عند القاعده بنتحكم فيها في زرار كوبس كهربا كده. تفتحي الكوبس الشاشه تفتح، تقفليه الشاشه تقفل. يعني يوصل فيه في الكوبس كهربا. المهم حطينا الفيشه بتاعه الفريزر وخلاص، على كده بقى قلت ان الفريزر بتاعي اشتغل، وحطيت الفراخ بتاعتي. والفريزر ده لما باجي اخزن فيه حاجات، مش بخزن فيه حاجات اللي انا محتاجاها اللي انا بستعملها. الحاجات مثلا اللي بتبقى تحت ايديا عايزه استعملها بحطها في الفريزر بتاع التلاجة، انما الحاجات اللي ببقى عايزه اسيبها وقت طويل بحطها في الفريزر ده. فبصراحه ما بفتحوش على طول، ممكن افتحه كل فتره جامده قوي ان انا لو عايزه حاجه من اللي في الفريزر. المهم لقيت سلمى بنتي بتقول لي ماما امال ايه الميه اللي في الفريزر دي؟ بقول لها ميه ايه يا ماما؟ سلمى بنتي اللي بيبقى عندها حب استطلاع كده ان هي تفتح الحاجه وتبص فيها، فبتقول لي ده في ميه كتير قوي في الفريزر وفي ريحه وحشه. فبقول لها ريحه وحشه يا سلمى، تعالي وريني كده بسرعه. فخدتني توريني، لقيت المنظر والله 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 انا توهمت، والله توهمت من المنظر. ازاي انا ما شميتش الريحه؟ ازاي ما فيش ريحه؟ ازاي انا ما جاش في بالي الوقت ده كله ان انا افتح الفريزر ابص عليه؟ انا مش عارفه. لقيت عزكم الله الحاجه اللي في الفريزر معفنه ومنزله بقى ميه، ميه بقى مكان التلج، والحاجه كلها معفنه وريحتها وحشه. يا خرابي على المنظر، ايه ده؟ مسكت جردل البلاستيك مليت الحاجه اللي في الفريزر كلها. الحمد لله كنا تاني يوم كانت عربيه الزباله جايه. لميت الحاجه اللي في الفريزر كلها حطيتها في الجردل وطلعتها فوق على السطح. ومسكت بقى الفريزر، مسكته غسلته الغسله اللي انتم شايفينها دي. وما استكفتش، انا رجعت تاني جبت كلور وغسلته مره كمان، بس ما رضيتش اصور بقى. قلت طالما صورته مره مش هينفع اصوره تاني. المهم شديت الفريزر كده ودخلته المطبخ على اساس ايه بقى؟ ان في جلده كده تحت في الفريزر بتتشال الميه بتنزل. فقلت ادخله معايا الفريزر عشان ايه، احط فيه ميه براحتي والميه تنزل في البلاعه. شلت البلاستيكيه اللي في الفريزر وبرده الميه مش رضيت تنزل، معرفش ليه بصراحه.
المهم غسلت الفريزر كده غسلة حلوة زي ما انتم شايفين كده، ومسكت بقى الحاجة بتاعته اللي جوه دي، اللي هي العلبة دي اللي هي المنظم بتاعه دي، والحتة التانية اللي هي بتفصل ما بين الناحية دي والناحية دي، وغسلتهم برضو. وما استكفتش يا بنات، بعدها بيوم او بيومين تقريبا مسكت برضو نقطة كلور على نقطة صابون مواعين على مش عارف ايه، ومسكته غسلته تاني برضو. ومن يومها لحد دلوقتي انا لسه ما حطيتش في حاجة على فكرة. انا فاتحاه بيتهوى يعني، بفتحه شوية وبقفله شوية عشان احمد مش يبهدله. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل ان هي جت على قد كده، اللهم لك الحمد والشكر. انا بقول لكم ليه؟ عشان تاخدوا بالكم من حاجه زي كده، حاجه بسيطه قوي الواحد مش بيركز فيها بس بيبقى خسائرها كتير. الحمد لله ما كانش فيه لحوم ولا فراخ ولا حاجه. كان فيه بس طماطم، كان فيه بسله، كان فيه فول بتاع الغيط، كان فيه كام كيس كرنب كده، يعني كان فيه حاجات يعني مش كتير قوي، بس برضو انا زعلت عليها. بس الحمد لله والشكر لله قدر الله ما شاء فعل. خلصت بقى كده الفريزر يا حبايب قلبي وبقى زي الفل، وهجره بقى تاني كده واديه مكانه. وهحط بقى الحاجه بتاعته كده زي ما كانت. الازرق اللي جوه ده يا بنات ده كيس كده محطوط فيه حميه، يعني انا مرضيش اشيله. كنت ممكن اشيله بس انا مرضيش اشيله بصراحه. الفريزر بتاعي ده يا بنات نوعه بساب، بس ما شاء الله نوعه كويس جدا. المهم خلصت الفريزر بتاعي، هروح بقى ازقه واوديه مكانه واسيبه بقى كده مفتوح عشان يهوي. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي كده حبايب قلبي عشان الفيديو بتاعنا كده يتملي بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. المقطع بقى اللي انتوا شايفينه ده يوم الخميس، بعد شفتوا الفيديو اللي انا نزلته معاكم امبارح بتاع بقى غسيل المواعين وكده والفيديو بتاع امبارح يعني. بعد ما خلصت وظبطت الدنيا لقيت جوزي باعت لي فرخه كده مذبوحه. قال لي ايه احنا عايزين ناكل فراخ مشويه، بس عايز الفرخه بتاعت الفراخ المشويه تبقى صبحه، تبقى لسه جايه. فطبعا لقيته ربنا يخليه لي يا رب، لقيته باعت لي فرخه كده مذبوحه بس مش متنضفه. هو عارف ان انا بحب انضف في البيت. المهم حطيت شويه ميه على النار ونضفتها كده مع نفسي، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو وازهقكم عشان خاطر حبايب قلبي واخواتي اللي بيقرفوا. المهم انا نضفتها مع نفسي وفتحتها بقى كده من القلب بتاعها وطلعت منها الامعاء اللي فيها. وهبتدي بقى كده اقطعها على 4 تربع، الوركين في يمه والصدرين في يمه. وهشيل بقى الدملكه اللي هي بتبقى على الورك دي يا بنات، والدملكه اللي بتبقى على الصدر اكتر حاجه بتعمل زفاره في الفراخ او في اي حاجه عندك. لازم لازم تشيل الدملكه اللي عليها دي. تمام. المقطع ده كان يوم الخميس، هو عارف لما بنكون عايزين نعمل فراخ مشويه لازم يجيبها لي قبلها بيوم عشان خاطر تتبل كويس، لان احنا بنتغدى بعد الجمعه على طول بنكون بنتغدى. فلو انا عملتها الصبح مش هتلحق تتبل. فبصراحه يا اما تتبليها الصبح وتعمليها بالليل، يا اما تتبليها من بالليل وتعمليها الصبح. بسجل كده معاكم الفيديو النهارده الجمعه يا حبايب قلبي، ربنا يا رب يجعلها جمعه مباركه متعطره كده بذكر الرحمن وبتلاوه القران يا حبايب قلبي. اللهم امين يا رب العالمين. بصراحه ما كنتش عايزه انزل معاكم الفيديو ده النهارده، بس قلت لا، طالما الفيديو جاهز معايا كده هنزله لحبايب قلبي. كفايه عليا كومنتاتكم الجميله وكلامكم اللي بيكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. كده بقى يا حبايب قلبي كانت الفرخه بتاعتي كانت اتنقعت، كنت حاطط فيها شويه دقيق وليمونه وحبه ملح ونقعتها نقعه حلوه. جبتها بقى كده وقلت اما اقطعها. طلعت كده الدبوس بعيد عن الحته اللي فوق دي ومسكت الحته اللي فوق دي كده كسرتها نصين عشان خاطر التتبيله بتاعتي تخش في كل حته من الفرخه. عايزه اقول لكم السكاكين بتاعتي حاجه كده بصوا تخنق. والله العظيم عندي كميه سكاكين ولا فيهم ولا سكينه حاميه، بيزهقوني وبيقرفوني لما باجي اقطع بيهم حاجه. فان شاء الله باذن الله عايزه اجيب سكينه او سكينتين حلوين كده، وبرضو اسن اللي عندي دول برضو. اشوف حد كده كويس بيسن السكاكين اوديهم له يسنهم لي، لان بصراحه مش بيسعفوني خالص يا بنات. ببقى عايزه اقطع حاجه معينه او كده مش بعرف اعمل بيهم حاجه. المهم هنقطعهم كده تقطيع كويس عشان خاطر التتبيله تبقى كويسه. بصراحه ما بنحبش نشوي الفرخه على بعضها. يعني جوزي يقولي لا انا عايزها كده قطع صغيره. ده هو كمان بيقول لي يا ريت تشيلي لنا منها العظم خالص وتشوي لنا اللحم بس. بس انا بقول له يعني لفه وشغلانه واكيد العظم ممكن يبقى فيه حاجه او كده. فانا بحاول على قد ما اقدر اخليها كده قطع صغيره. مسكت بقى الصدر كده قطعتها ما شاء الله حوالي على 4 أو 5 قطع عشان خاطر اللحمة بتاعتي تستوي معايا بسرعة وتشرب من التتبيلة بكل سهولة. تمام يا حبايب قلبي. طبعا انا بتشكركم في الله على كل كلمة حلوة انتوا بتكتبوها لي، وعلى كل كلمة حلوة انتوا بتجبروا بخاطري بيها. ربنا يا رب يكبر خاطركم ويجازيكم كل خير ويرزقكم بكل حاجة حلوة انتوا بتتمنوها يا رب العالمين. ويا رب كده يبلغنا رمضان واحنا في احسن حال وفي صحة جيدة يا رب، اللهم امين. قطعت الفراخ بتاعتي تقطيعه كويسه وغسلتها تاني يا بنات وحطيت فيها شويه ميه تاني. وجبت بقى الكبه حطيت فيها كده قرنين فلفل، وحطيت فيها كده طماطميتين حلوين وبصلايه، ومعايا ليمونه، ومعايا كام فص من التوم.
هحط ده كله بقى في الكبه وهنفرمه بقى كده فرمه حلوه. وبعد كده بقى ايه، هناخد بقى التوابل بتاعتنا وهنضيفها بقى عليها. هتشوفوا كل حاجه معايا دلوقتي خطوه بخطوه. انا طبعا عارفه ان كلكم حبايب قلبي، كلكم ستات بيوت شاطرين واشطر مني انا شخصيا، بس انا بحب اشارككم يومي كده بكل ما فيه، لعل وعسى واحده تتنشط، واحده تتشجع كده تقوم تشوف اي حاجه وراها تعملها. لو انت اول مره بتشوفيني يا حبيبه قلبي، انا بقى اختك جيهان، ودي قناتي، ويشرفني ان انت تنضمي لعيلتي الجميله وتبقى اخت حبيبه قلبي وغاليه على قلبي. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. حطيت شويه توابل فراخ وشويه فلفل اسمر وشويه كمون، وحطيت شويه ملح، وبعد كده هقلب ده كله في بعضه. وهحط كده زبدايه. الزبدايه يا بنات بتدي طراوه حلوه قوي قوي للفراخ المشويه، وبتخليها كده طريه معاكي وجميله. بصراحه بتديها طعم حلو قوي. نزلت بقى بحبة زيت كمان، معلقة زيت كده، وهنزل بمعلقة خل. الخل يا بنات بيثبت طعم التتبيلة، انما ما تحطهوش في نقعة الفراخ خالص، لان بيثبت الزفارة في الحاجة. اوعي تحط الخل وانتي مثلا يعني وانتي بتنقعي بط فراخ اي حاجة، نصيحة مني. انما لو انتي بتتبلي تتبيلة او حاجة حطيه، لان هو بيثبت الطعم في التتبيلة يعني. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. قلبت بقى ده كله كده في بعضه، وهنجيب بقى الفراخ بتاعتنا كده بعد ما صفيناها. لقيت التتبيله بتاعتي عايزه ندعه ملح صغيرين، ضفت عليها حبه كمان صغيرين، وهقلبها تاني كده زي ما انتوا شايفين. حاولي يا حبيبه قلبي مش تملحها زياده عن اللزوم، عشان خاطر انت لو هتسيبها يوم بليله ما يكونش الملح بتاعها زايد قوي. يعني خلي الملح بتاعها كده في المظبوط. خلصتها بقى كده وفضلت اقلبها، وبعد كده بقى هجيب الفراخ بتاعتي انزلها بقى كده فيها. عايزه اقول لك يا حبيبه قلبي، كل الاكل اللي ربنا يبعته لنا فضل ونعمه من عند ربنا. اوعي تبصي لحد طابخ ايه لابس ايه، بصي لفلانه ان هي انضف منك، بصي لفلانه ان هي ما شاء الله عليها بيتها مثلا نضيف وانت بيتك مكركب. دي يا بنات غيره مشروعه، ما فيهاش اي مشكله. مش ممكن ان انت تاذي بيها نفسك او تاذي بيها حد، بالعكس، ده انت هتستفادي منها، هتنضفي بيتك، هتشوفي مصالح بيتك. شايفه مثلا ما شاء الله مرتبه عيالها ومسرحه لعيالها ومظبطه عيالها، وانت مثلا اولادك محتاجه ان انت تظبطيهم. دي كلها غيره مشروعه، غيره ما منهاش خطر، لا بالعكس، دي غيره هتخليكي تحسني من نفسك، هتخليكي تشوفي مصالح بيتك اكتر. انما انت تغيري، ده جهان بتاكل كذا وانا باكل كذا، لا دي فلانه جوزها جاب لها عبايه وانا جوزي ما جابليش، انت ما بتعملش ليه زي فلان، زي ما بيجيب لمراته او بيخرج مراته او بيفسحها. ده كله كلام فاضي. انت ارضي بعيشتك، ارضي بالواقع اللي انت فيه. جوزك مش زي جوزي، الراجل ده مش زي الراجل ده، امكانيات ده مش زي امكانيات ده. يعني انا ممكن اجي يومين ثلاثه ورا بعض مثلا اعمل اكل كده عادي امشيها، يوم اعمل كشري، يوم مثلا اعمل رز وغاموس من غير فراخ او من غير حاجه جنبه، يوم مثلا اعمل مدفونه، اعمل اي اكل. فمش شرط ان احنا كل يوم ناكل لحمه وفراخ. كده بقى يا حبايب قلبي، كنا الصبح، كنا يوم الجمعه النهارده. حطيت بقى الفحم كده على البوتاجاز. بصراحه بحب جوزي هو اللي يولع لي الفحم، بسم الله ما شاء الله بيولعه لي بكل سهوله. ولع بقى الفحم، وكان دلوقتي بيولع بقى الفحم في المنقد. طبعا البوتاجاز بتاعي كنت غسلاه بس الفحم بهدله. جبت كده بقى الفوطه وقلت اما لمعه وانا واقفه. حطيت بقى كده بصلايه تتشوح كده على النار، عشان خاطر نعمل بقى الرز ببسمتي، بس بالرز المصري بتاعنا، من غير الرز البسمتي. يعني نص كيلو ب 30 جنيه ما بيكفيش. وبصراحه العيال عندي مش ليهم تقل قوي على الرز البسمتي، ما بيجروش فيه جامد. فانا بعمل لهم طريقه الرز البسمتي بس بالرز المصري بتاعنا. ما شاء الله بيبقى جميل جدا جدا، وجوزي بياكل منه. جوزي ما بيرضاش ياكل الرز البسمتي بصراحه. المهم حطيت كده البصلايه بتاعتي، لما حسيت كان هي دبلت نزلت كده بعودين قرفه، ونزلت كده بليمونتين من اللي هم المجففين دول. وجايبه بقى كيس البهارات بتاع الرز البسمتي ده، ما شاء الله بيوديه في حته تانية خالص، بيخليه ما شاء الله طعمه حلو قوي قوي قوي. هتشوفوه دلوقتي معايا، الكيس ب 15 جنيه، ممكن يقعد معايا 3 4 مرات. هحط منه كده معلقه كبيره حلوه، وبعد كده هشوح ده كله في بعضه، وبرده هحط عليه شويه صغيرين من الكركم عشان خاطر يحسنوا اللون بتاعه كده، ويخلي اللون بتاعه اصفر فاتح حلو. تمام يا حبايب قلبي، وهقلب بقى ده كله كده في بعضه. ولما ده البصله بقى تتبل معايا في التتبيله بتاعتي دي، انا طبعا غاسله الرز ومجهزاه معايا. هنزل بقى بالرز واحط عليه الملح واغطي عليه، وكده يبقى الرز معانا بقى جاهز كده بيستوي. تمام. فزي ما بقولك كده، والله العظيم مش تبصي لاي حد على عيشته، ربنا مقسم لكل واحد عيشته. ارضي بعيشتك وقولي الحمد لله عليها، عشان ربنا يديكي الاحسن والاكتر. ربنا يرضى عنك ويرضيك ويرزقك بكل حاجة حلوة انت بتتمنيها يا حبيبة قلبي. وصدقيني الرضا ده نعمة كبيرة قوي قوي من عند ربنا. اللي بيرضى ده ربنا بيرضيه من عنده، بيرضيه بحاجات اصلا هو مش متخيلها. فربنا يا رب يرضيكم ويرضى عنكم، ويرزقكم يا رب بكل حاجة انتوا بتتمنوها.
ويا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم يا حبايب قلبي. دخلنا بقى المنقد في البلكونه، وطبعا جوزي ربنا يخليه لي يا رب، وقلت له كده ولع لي الفحم وحط لي الفراخ قبل ما تروح تصلي عشان تلحق كده ايه تستوي معانا، تبقى جاهزه معانا على الجمعه على طول. خد بقى المنقد كده دخله البلكونه، بس طبعا هنحس ان الدخانه هتدخل جوه، فهيشيلوا كده يحطوا ايه فوق على البسطه من فوق على السلم من فوق، عشان خاطر الشقه ما تتدخنش معانا. هنرص بقى كده الفراخ على الشبكة بتاعتنا، وبعد كده بقى هنسيبها تتشوي على هادي خالص. عايزة اقولك الفراخ بتاعتك ما تهويش عليها خالص الا تقريبا بعدها بساعة، ساعة او ساعة ونص بقى تبتدي تهوي عليها، لان لو هويتي عليها مجرد ما هتحطيها هتاخد معاكي لون وهي نية من جوه. فانتي سيبيها، كتري بس انتي طبقة الفحم تحتها، وخلي الفحم كله يكون والع في المكان كله، وسيبيها بقى تستوي على اقل من مهلها. انما هتهوي عليها هتاخد معاكي لون بسرعة وهتبقى لسه نية، لحد ما تيجي تستوي هتلاقيها هي زي الفحم. فدي حاجة ممكن تقعي فيها برضو تبهدلك الفرخة خسارة. هيبتدي بقى يحط برضو من التتبيلة دي على الوش كده. عايزة اقول لكم بقى الريحة كانت خطيرة خطيرة والله. بألف هنا وشوف، بألف هنا وشوف على قلوبهم يا رب وعلى قلوب كل اللي كلوا منه. هيحط بقى كده التتبيلة وهيقفل بقى كده القفاص بتاع الفراخ ده، وهيسيبها بقى ايه تتشوي كده على الهادي خالص. في الوقت ده بقى كده رحت وطيت كده على الرز، كان الرز بتاعي بقى كده شرب المية بتاعته وما شاء الله ريحته جميلة جميلة جميلة، وكان طعمه اجمل. بألف هنا وشفا يا رب. عايزه اقول لكم كده في يوم كده تغيير، اعملوا كده فرخه مشويه، تغيير عن الشوربه وتغيير عن الغاموس وتغيير عن الاكل التقيل ده. بصراحه احنا كلنا وشبعنا والاكل كان جميل وكان خفيف، وبصراحه كان يستاهل بقكم. بألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. قلبت بقى الرز كده تقليبه حلوه كده من فوق لتحت، ووطيت عليه بقى يا بنات يستوي كده على اقل من مهله. وهقلي لهم برضو كده بطاطس جنبها، وهعمل بقى كده ايه حبة طحينة. ما كانش عندي بصراحة طحينة علب، فبعت كده جبت ب10 جنيه، هتقضي الغرض وهتمشي اليوم والحمد لله يعني. جبت كده ب10 جنيه طحينة خام. والمرة دي يا بنات مرضتش اعملها بزبادي، قلت اغير كده واعملها من غير زبادي. انا دايما بعملها بزبادي بتبقى جميلة برضو. معايا كده شوية مية يعني ايه مطلعة منهم السقعان اللي فيهم، بس يا دوبك بس يشموا النار كده. وهنزل بقى كده على الطحينة بتاعتي، ابتدي بقى كده اقلب. هتجمد معايا تاني اما تبقى معايا كريمية كده، هبتدي انزل عليها تاني بشوية مية. ومعايا بقى هنا معلقة خل وحبة كمون ونقطة شطة صغيرة وحبة ملح صغيرين خالص. ومعانا احسن طحينة. انا عايزة اقول لكم انت ممكن برضو يعني عشان الطحينة بتاعتك تبقى احلى تدقي لها كام فص من التوم. بس انا بصراحة مرضتش اكتر من التوم لان جوزي بيتعب من الحاجات دي، فقلت كفاية عليا التوم اللي انا حاطاه في التتبيلة بتاعت الفراخ. فانا دقت طعمها لقيته حلو، فقلت خلاص هستغنى عن التوم، يعني بلاش توم المرة دي. لان بصراحة يعني جوزي وانا معدتنا تعبانة خالص، وعندي بقى القولون ربنا كده يكفيكوا الشر. فقلت خلاص يعني هستغنى عن التوم المرة دي. كان معايا بقى حبة طحينة كده يا بنات، والله بصوا حاجة كده زي العسل. يا رب كده الفيديو بتاعي النهارده يكون خفيف على قلوبكم ويكون عجبكم كده وما تزهقوش مني يا حبايب قلبي. وبالله عليكم كده اوعوا تنسوا اللايك، اللايك يا بنات بيرفع من الفيديو. قبل ما تخرجي كده من الفيديو يا حبيبة قلبي اضغطي اللايك دعما منك كده لاختك. ربنا يا رب يكبر خاطركم ويجازيكم كل خير، وربنا يبلغنا رمضان يا رب واحنا في صحة واحسن حال. اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب كده تهل عنا السنة الجديدة، وكل نفسه في حاجة يحققها، وكل نفسها في شقة ملك ربنا يبعت لها يا رب. ويا رب يرزق كل بنوتة كده بالعريس اللي يستاهلها، اللهم امين يا رب العالمين. ويستر عرض الولاية كلهم. الطحينة بتاعتي بقى قوامها حلوة قوي قوي كده، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، يعني حلوة. عايزة اقول لكم ان احنا بنحب ناكلها بالرز، يعني احنا بنحطها كده على الرز وناكلها مع الفراخ المشوية. إيه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اوعوا كده تصلوا على النبي في الكومنتات يا حبايب قلبي، هتاخدوا ثواب، وكل اللي هيشوف الكومنت بتاعكم هياخد ثواب. بصوا بقى الفراخ بقى كانت على الفحم كده ما شاء الله ما شاء الله، على الريحة وعلى الطعم وعلى التتبيلة كانت خطيرة. الاكل بتاعنا بقى كده كان جاهز، وكنت قليت البطاطس. وتفضلوا بقى معانا يا حبايب قلبي. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. ولو عجبكم بقى مش تنسوني بالدعوة الحلوة واللايك الجميل من ايدكم الجميلة. واستنوني حبايب قلبي في فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وهنعمل بقى فيديوهات عميقة مع بعض اليومين الجايين دول باذن الله، عشان خاطر رمضان كده. كل سنة وانتم طيبين وبالصحة والسلامة وفي الخير والفرح دايما يا حبايب قلبي متجمعين. دلوقتي بقى اقدر اقول لكم اسيبكم في رعاية الله. يلا يا حبايب قلبي مع الف سلامة.